بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. النهاردة هنعمل مع بعض القراقيش بطريقة سهلة جدا وجميلة، ومش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود. من كيلو دقيق هنعمل الكمية دي، اللهم بارك طبعا. لونها وطعمها وغير القرمشة كريسبي 100%. مش هتبطلي تعمليها، تنفع معاكي في الفطار، وحلوة جدا لو كمان حطيناها للأولاد في لانش بوكسات المدارس هتنفع قوي. بس كملي معايا الفيديو للنهاية. النهاردة هنعمل مع بعض كيلو من الدقيق الابيض الخاص بالمخبوزات. طبعا احنا اهم حاجه ان احنا لازم ننخله كويس جدا في البدايه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، نطلع الرطوبه من جواه، وكمان ندخل الهواء، هيبقى حلو جدا بعد كده. كمان معانا ذره من الملح، وعليهم 4 معالق من السمسم المتحمص، 3 معالق من النشا، نص معلقه من الملح، معانا معلقه ونص من الخميره الفوريه، وكمان معانا معلقة من البيكنج باودر، 3 معالق من السكر الحبيبات، لو متوفر عند حضراتكم سكر بودرة مفيش أي مشكلة، هيبقى جميل جدا. معانا المادة الدهنية كوباية من الزيت، عليهم كوباية ونص من السمنة السايحة. أنا سيحتها على النار، دفتها مش تسخين، لأن أنا مش عايزة لو سخنتها هتموت الخميرة، مش هتنشط معانا أبدا. كده الكوباية ونص من السمنة. المادة الدهنية كلها كوبايتين ونص ميكس بين الزيت وبين السمنة، هنقلبهم زي ما حضراتكم شايفين. بس احنا مش هنعجن في الفترة دي ابدا، احنا هنبس السمنة والزيت مع المواد الجافة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. الخطوة المهمة بقى ان انا لازم ابس السمنة والزيت في الدقيق كويس جدا جدا، وهتاخد فترتها. لازم كل حبة من الدقيق يدخل فيها المادة الدهنية علشان طعمها يبقى حلو جدا، وكمان ما تبقاش مكتومة معانا. لما نخبزها هتبقى حلوة جدا ومقرمشة. هنبسها كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الخطوات دي هي اللي بتساعد على نجاح الحاجة اللي احنا بنعملها، بالذات المخبوزات بتحب تطويل بال. كده احنا بسينا الدقيق والسمنة والزيت مع بعض. لما نوصل للمرحلة دي هنجيب معلقة من اليانسون الحبيبات، لو محدش بيحب الحبيبات ممكن نضربها في الكبة تبقى بودر، مفيش اي مشكلة. لو حابين تحطوا شمر برضو مش هتبقى فيها اي مشكلة. بعد كده هنجيب معانا في البداية كوباية من المية. مش هنحط المية كلها مرة واحدة زي ما انتوا عارفين، لان كل نوع دقيق بياخد كمية مية غير النوع التاني خالص. فطبعا احنا هنبتدي ان احنا نبس في البداية نص الكوباية في البداية الاولاني، وبعد كده هنحط كل مرة حبة ورا التانية لحد ما نشوف الكمية كلها في الاخر هتبقى معانا قد ايه. ننزل كده في المية واحدة ورا التانية لحد ما نحاول ان احنا نخليها تبقى عجينة طرية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس ما نستعجلش عليها، ونديها حقها كويس جدا في العجن. والمخبوزات زي ما انتوا عارفين اهم حاجة فيها العجن. بعد كده هنحط مية تاني ونشتغل فيها عجن بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. لازم توصل معانا لمرحلة النعومة، ان هي تبقى عجينة ناعمة جدا. ولما نيجي نختبر العجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين ما تبقاش ناشفة في ايدك، وكمان ما تبقاش مشققة. هنديها مية مرة تانية ونشتغل عليها عجن. لحد كده انا معايا كوبايتين من المية ولسه بختبر، وبرضو لسه ممكن احط مية تانية. كده لسه برضو العجينة بتشقق معانا وناشفة في ايدي مش طرية. هننزل بنص كوباية، وبعد كده هنعجن فيها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه. نشربها المية كلها ونختبر، واهم حاجة ان انت تختبريها طرية كده في ايدك. كده بقت طرية وجميلة جدا، والعجينة واضح ان هي نعمت قوي. هنبتدي ان احنا نختبرها ونشوفها، لو اتشققت من الاجناب يبقى لا لسه عايزة مية تاني وعايزة عجن. كده الخميرة حلوة جدا زي ما انتوا شايفين. هنغطيها ونسيبها تختمر. طبعا الجو صيف، هتاخد معانا نص ساعة. كده بعد ما اختمرت اللهم بارك جميلة جدا. بس مش حابين ان احنا نزود عليها في التخمير اكتر من كده، علشان ما يطلعش ريحة الخميرة وتبقى ليها ريحة نفاذة هتظهر معانا في الأكل. بعد كده هنيجي نجيب جزء من العجينة ونقطعها بالشكل الاسطواني اللي انتوا شايفينه ده، ونحاول طبعا نهندمها بالشكل ده. اهم حاجة ان احنا نظبط الشغل بتاعنا احنا وشغالين، لان العين بتاكل قبل البق. فاهم حاجة يبقى شكل الاكل بتاعنا جميل. هنجيب العجلة او النشابة اللي حضراتكم بتستعملوها، وهنساوي السطح بتاعها بحيث ان السطح كله يبقى زي بعض. بس اهم حاجة ما نضغطش عليها احنا وشغالين، يا دوب بس بنساوي السطح تسوية خفيفة كده عشان شكلها يبقى حلو.
كده بقى احنا بقت ناعمة وسطحه كله متساوي. هنقطعها بسكينة او بأي أداة انتوا بتستعملوها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قطع متساوية، وما نحاولش نعليها علشان ما تاخدش معانا تسوية كبيرة في الفرن، وكمان ما تبقاش من جوه نية. فكده بالشكل ده هتبقى كلها قد بعض زي ما حضراتكم شايفين، وكمان الطعم بتاعها والريحة بتاعتها حلوة جدا. طبعا ما اخدتش معانا وقت ولا مجهود ابدا. من اسهل الطرق القراقيش اللي انت ممكن تعمليها، ممكن تعمليها مرة واتنين في الاسبوع بحيث ان انت تبقى موجودة عندك باستمرار. كده احنا بقى هنجيب الصاج الالومنيا بتاعنا، مش هنحط فيه اي مادة دهنية، لان طبعا احنا حاطين مادة دهنية في العجينة بتاعتنا، فمش هنحتاج ابدا اي نوع من المواد الدهنية. الصواني الالومنيا حلوة جدا جدا في اي مخبوزات، لان بتوزع الحرارة بشكل منتظم، وكمان بتبقى حلوة جدا، بتدي لون جميل جدا. انا بفضلها في اي مخبوزات. هنكمل مع بعض الكمية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، لان طبعا هي لسه هتدخل على تخمير مرة تانية، فمش عايزين نعلي السطح بتاعها اكتر من السمك ده. كده الكمية بتاعتنا الحمد لله جميلة وكتيرة، وزي ما انتوا شايفين السمك بتاعها طلعت معانا بالظبط كده الكيلو، طلع معانا كيلو ونص من القراقيش. السمك بتاعها حلو لان لسه طبعا هتدخل معانا في التخمير، هترتفع معانا. فزي ما انتوا شايفين هنحط ايدنا عليها كده، ومجرد ما نحس ان هي ابتدت تنزل حبة بسيطة لتحت، يبقى هي كده خلاص اخدت كفايتها من التخمير. دي تقريبا اخدت معايا 10 دقايق. بعد كده طبعا هحطها في الفرن. الفرن دي بالكهرباء، انا كنت مسخناها قبلها ب10 دقايق. لو حضراتكم هتحطوها على في فرن غاز، طبعا لازم نسخنها برضو، وتكون كمان سخنة كويس جدا. هنفتح عليها من فوق ومن تحت كده على درجة حرارة 250 في الفرن الكهرباء. الفرن الغاز حسب ما حضراتكم هتشوفوا. كده طلعتها بعد بالظبط 20 دقيقة، لاني انا كنت بعد ما كانت سخنة وطيت النار وسبتها تستوي براحتها. كده زي ما انتوا شايفين اللون جميل وذهبي، وغير القرمشة بتاعتها زي ما انتوا شايفين جميلة جدا جدا جدا. المسام بتاعتها من جوه متفتحة مش مكتومة ابدا، اخدت كفايتها من المادة الدهنية وكمان في العجن. ودي من اهم الاسرار لاي مخبوزات، ان احنا نديها حقها في الخمر وكمان نديها حقها في العجن. اهم حاجة ما تزوديش التخمير بتاع اي معجنات، علشان بعد كده ما يطلعش معاكي ريحة الخميرة ويبقى طعمه مش حلو. كده وحدة القراقيش من بره من فوق زي تحت كلها لون واحد، جميلة جدا. لو حابين انتوا تخلوها كريسبي اكتر من كده، ممكن كمان تخلي المادة الدهنية زيت بس، مش ميكس مع السمنة، لكن السمنة تديها طعم وريحة، وفي نفس الوقت تبقى طرية كده، طعمها حلو جدا متميز. يعني زي ما انتوا شايفين انا طبعا بحب اوري حضراتكم مرة واتنين بحيث ان انتوا تتأكدوا من النتيجة شكلها حلو ازاي وشهي جدا جدا. طبعا لازم كوباية الشاي الجميلة دي، المج الجميل بتاعي المميز، نجيب واحدة كده ونسقسقها. طبعا الحكاية دي مش اي حد بيعملها، حلوة وطعمه اجمل بكتير من انت تاكليه لوحده. لما حطيناه كمان مع الشاي طعمه جميل جدا. ان شاء الله يطلع معاكم بنفس الطريقة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.